بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده. الاهلي بيكسب الاسماعيلي 2-0. لكن قبل ما نبدا اي حاجه ما تنساش تدعي اخواتك في السودان وفي فلسطين، وتنزل تعمل لايك وتشترك في القناه. ويلا بينا نبدا بالتشكيله والشوط الاول. بدا الاهلي النهارده في حراسه المرمى محمد الشناوي، على اليمين محمد هاني، على الشمال محمد شكري، قلبين دفاع ياسر وياسين، اثنين في نص الملعب ديانج ومحمد علي بن رمضان، ثلاثه تحت المهاجم كان طاهر على اليمين وبن شرقي على الشمال، في النص حسين الشحات، وكمويش كمهاجم وحيد النهارده. الاهلي بادئ، مسك كوره بتاع مستحوذ، ليك اول تسديده على المرمى من حسين الشحات بعد ما عدى بن شرقي حلو من ناحيه الشمال، بظاها لحسين. حسين حطها ببطن رجله، كان عايز يركنها بس ايه، تعدي من جنب القائم الشمال لاحمد عادل عبد المنعم. لكن الشوط مجملا، الشوط الاولاني يعني هي بس الكره دي الخطيره. بعد كده في كره جت لشيكو بنزا، اسمه ده كمويش قصدي، اللي اتلعبت له عاليه، حطها مره واحده لكن ايه، حطها ضعيفه شويه. كان المفروض يبقى فيها سنه قوه كده في التسديده لاحمد عبد المنعم، المفروض كانت تخش جول. في برده كره قبلها اللي هي اتلعبت له ومفروض لعبها بالعرض، الكره دي اتحسبت فاول على الاهلي، ما اعرفش فاول ليه. بس هو الفكره كانت تمام كويسه، التمرير نفسها التنفيذ كان وحش، المفروض العرضيات تتلعب بشكل احسن من كده، كانت تروح لحسين ولا لبن شرقي. لكن اجمالا الشوط الاول انت مالكش خطوره مثلا غير كره حسين وكره كمويش اللي اتلعبت وشالها ايه عبد المنعم. في الدقيقه عندك 30 تقريبا او الدقيقه 31 الجون الاولاني للاهلي عن طريق محمد علي بن رمضان. محمد هاني بيلعب عرضيه، الكره بتتقطع بتترد لديانج، ديانج بيلعبها لحسين، حسين كان عايز يلعب بينيه لبن لكن بتتقطع من محمد عمار، تخبط في محمد نصر، بعد كده تترد لبن رمضان، بيغمزها وبيسجل منها الهدف الاولاني للاهلي. بعدها الاهلي فضل ماسك كوره، الاسماعيلي طلع شويه من مناطقه وبيحاول يعني ايه يضغط، يعمل شكل هجومي نوعا ما. لكن مفيش اي خطوره من الاسماعيلي تذكر في الشوط الاولاني. لكن في كوره كده في الشوط الاولاني كانت غريبه، كوره اتلعبت طويله ناحيه الشمال عند الاهلي، كان تقريبا نادر فرج او ابراهيم اللي كان بيلعب باك رايت، النجعاوي او ابراهيم النجعاوي. المفروض كوره زي دي سهله على محمد شكري، يعني الكوره عملت بند قدامه، خلاص خدها انت يا شكري انت اقرب، لا خدها وعدى منه ورقصه ولعب عرضيه. يعني الكوره غريبه برده من شكري. غير كده اعتماد لعيبه الاهلي كلها في الشوط الاولاني على حلول فرديه، اذا كان طاهر او حسين او بن شرقي. مفيش لعب جماعي، ما بتعملش اوفرلاب مع الباكات. النهارده الباكات ما عملش غير 5 عرضيات تقريبا، الثلاثه في الشوط الاول واثنين في الشوط الثاني اللي هم بتوع بالعمري اللي في الشوط الثاني، وكمان كان في واحده برده من محمد هاني. وعندك الشوط الاول كان واحده من هاني وواحده من شكري. غير كده مفيش عرضيات في الشوط الاول. بن شرقي هو تقريبا اكتر لعيب ظاهر في الشوط الاولاني، بيجي بقى في اخر الشوط ضربه ركنيه كانت في الدقيقه 42، طاهر بيسلمها لبن شرقي، بن شرقي بيقطم بيلعب العرضيه، ياسين مرعي من مره واحده بشماله بيشوطها، بتخبط في حد من مدافعين الاسماعيلي وبتغير اتجاهه وبتخش الهدف الثاني للاهلي، وبيخلص الشوط الاولاني بتقدم الاهلي 2-0. مجملا الشوط الاولاني الاهلي مستحوذ، كان في خطوره نوعا ما، شفناش انطلاقات كتيره برده من هاني وشكري، كان على طول بيفتح على الشمال لبن شرقي، لكن بن شرقي كان بيختار الحل الفردي على طول. حتى برده حسين الشحات في كذا كوره كان بيختار الحل الفردي. ديانج كان عامل ماتش كويس عامه، اذا كان شوط اول او شوط ثاني. وبن رمضان برده كان بعد الجول شكله اتحسن شويه، لكن عامه شوط اقل من المتوسط، ومفيش برده خطوره على مرمى الاهلي في الشوط الاولاني. ويلا بينا نخش على الشوط الثاني. يبدا الشوط الثاني بنفس التشكيل من غير اي تبديلات او اي تعديلات، نفس طريقه اللعب نفس الشكل، مفيش برده خطوره كبيره من الاهلي في الشوط الثاني بالذات. حاولت تبين كموش شويه، انا نوعا ما بانش في الشوط الثاني. الشوط الثاني كانت ليك هجمات خطيره، الاسماعيلي بدا يطلع من مناطقه بشكل اكبر شويه، هدت في كورتين اللي هي اتلعبت من ركنيه او فاول تقريبا، وصلت لحمد نصر، الشناوي خدها على مرتين. وفي كره غلط فيها برده الشناوي في الشوط الثاني، هو بيطلع بالهجمه من تحت على ياسين، لكن عدت على خير. يعني ديانج كان عامل ماتش كويس، افتكاكات ثنائيه، وكان برضو بيحاول يتقدم ويعمل خطوره لقدام. بن رمضان ما بانش في الشوط الثاني، لكن اتاخرنا كتير قوي في التبديلات. انت فوق كسبان 2-0 بقى من اول الشوط الثاني، انزل اجرب بقى بالعمري وانزل بعمر الجزار ولا عمرو الجزار، انزل اشوف لعيبتي، ادي مروان عثمان وقت كمان مكان طاهر. يعني انت طاهر بتلعبه الماتش كله، ليه مش عارف. بن شرقي بتطلعه في الدقيقه 90، طب ما تطلعه بدري شويه. حسين طلعته بدري زياده عن اللزوم، هو كمان ما كانش بيلعب، ادي حسين شويه وقت. كريم فؤاد نزله بدري عن كده، مش اخر ربع ساعه مثلا، كنت تنزله بدري شويه. انت عندك يعني اول 3 تبديلات اتعملوا في الدقيقه 69، طلع حسين وكمويش ومحمد شكري، نزل مكانهم بالعمري ومحمد شريف ومروان عطيه. المفروض مروان عطيه برده كنتش تنزله، خلاص خليه يريح الماتش ده، انت كده كده مش محتاجه في الماتش ده. كنت خلي كوكا هو اللي يبدا مكان او ينزل مكان
مروان عطيه. وفي الاخر كنت تطلع ديانج مثلا عشان برضو تريحه، عشان اللعيبه دي بتلعب كتير وانت ما عندكش اصلا لعيبه كتير في نص الملعب، فكنت ايه تنزل كوكا مثلا مكان ديانج، وكنت تسيب بن شرقي يكمل، بتخرج محمد هاني وبتنزل مكانه كريم فؤاد. عمل ماتش نوعا ما، حاول يعني في كذا كوره كده ينطلق وبتاع، بس ما فيش عرضيات من كريم. وفي اخر دقيقه كده بتطلع بن شرقي وبتنزل مكانه احمد نبيل كوكا. هي تبديله غريبه، كنت تنزل مروان عثمان، كنت تطلع بن شرقي بدري شويه على الدقيقه 80 كده ولا حاجه، على الاقل ايه مروان عثمان كان ينزل يخطف له جول او اي حاجه. كان الشوط الثاني الاسماعيلي هو اللي بان فيه شويه. كان في عندك مثلا هجمه الاسماعيلي من فاول، وفي كورتين اتلعبوا بالعرض، كان نوعا ما كنت تحس برضه الاسماعيلي هيسجل في اي وقت. يعني دفاع الاهلي برضه يقلق لسه، ما دفاع برضه خط الدفاع الاهلي فيه مشكله لسه موجوده. الفرقه ممله، فوز غير مقنع، الفرقه شكلها مش حلو، تحس ان مفيش فكره بتطبق. يعني الماتش اللي فات تمام بتلعب وتقول ماشي بتدافع وعايز تلعب على تحولات، فتمام كنت معاك. لكن ماتش اقل من المتوسط. ف بس كده الاهلي كسب 2-0 والبيراميدز الناحيه الثانيه كسب انبي 2-1. عايزك تتفرج على الجول الاولاني البيراميدز، جول حلو. يعني الكره اتلعبت من زلاكا بالعرض، مروان حمدي سقطها للناصر ماهر، حطها من مره واحده، كان جول حلو يعني ملعوب. حتى جول التعادل بتاع انبي ساعتها كان حلو، اتلعبت برده من ناحيه الشمال العرضيه واتخطفت مره واحده. والجون الثاني للبيراميدز كان من ضربه جزاء. وبس بيراميدز بقى 31 نقطه والاهلي 30، ومستنيين برده ايه الزمالك هيلعب، مش عارفين هيبقى هيكسب او يتعادل. بس مش مشكله، عايزين برضو نشوف الدنيا هتعمل ايه في الدور الثاني وباقي الماتشات. عندنا ماتش الجيش الملكي برضو ايه، تريح فيه لعيبه، تريح ديانج، تريح هاني، تريح ياسر ابراهيم. يعني برضو ايه عندك ماتش ممكن تجرب فيه برضو اللعيبه الجديده، بس يوسف بالعمري ياخد بقى فرصه ويلعب اساسي. ويلا بينا نخش على فقره التقييمات. نبدا من حراسه المرمى محمد الشناوي. كام كره جات له اشتغل فيهم بشكل كويس. اذا كان الكره اللي اتلعبت بالعرض طلع عليها كويس، التسديده اللي كانت من فاول خد على المرتين صحيح بس مش مشكله، كانت ممكن تتسبب في جول لما اتخطفت. في كره اللي طالعه فيها من ال 18 بصاها غلط، كانت ممكن يخش منها جول. اجمالا محمد الشناوي ممكن النهارده ياخد 6 من 10. لعب قدامه ياسر ابراهيم، يعني ما كانش احسن حاجه ياسر النهارده. يعني زي ما قلت لك ممكن يخش الاهلي هدف في اي وقت، فممكن ياسر النهارده 5 من 10. لعب جنبه ياسين مرعي جاب جول حلو. برضو في كذا كوره برضو عمل معاهم بشكل كويس، فممكن ياسين ياخد 7 من 10. عندك على اليمين محمد هاني النهارده ماتش برضو مش قوي من محمد هاني، دور الدفاع النهارده كان كويس مقبول، وهجوميا ما بانش غير في كورتين. الكره اللي اتلعبت في العرض في الشوط الاولاني اللي تسببت من الهدف، والكره في الشوط الثاني اللي راحت لشريف وعمل عليها فاول. يكون محمد هاني النهارده ياخد 6 من 10. عندك على الشمال شكري اتعدى منه في كذا كوره بشكل غريب، كنت مستني من شكري احسن من كده. هجوميا برضو ما لعبش غير عرضيه واحده طول الوقت اللي لعبه، فممكن شكري النهارده ياخد 3 من 10. عندك لعب اليو ديانج نجم الماتش، افتكاكات، حتى الكور كان بيزيد فيها كان بشكل كويس، كان بيسلم وبيتحرك في المساحات اللي كانت بتفضله، فممكن ديانج النهارده ياخد 8 من 10. لعب جنبه برمضان ماتش احسن من الماتشات اللي فاتت نوعا ما نسبيا، خطف الجول كده في الشوط الاولاني، فبرمضان ممكن ياخد النهارده 5 من 10، احسن ما كان بياخد 0 في الماتشات اللي فاتت. عندك لعب قدامهم طاهر على اليمين، برضه طاهر النهارده مفيش، بيحاول يعمل بحرد فردي بس هو مش بتاعته، فممكن طاهر النهارده ياخد 2 من 10. على الشمال بن شرقي تاني نجوم الماتش بعد اليو ديانج، عمل اسيست الجول الثاني، بيعدي حلول فرديه كويس جدا مش وحش، فممكن بن شرقي ياخد النهارده 7 من 10. حسين الشحات ما بانش بشكل كبير نوعا ما بس كان مش وحش يعني، فممكن ياخد 4 من 10. كاموش كرة بس اللي ممكن يسأل عنها اللي هي لعبها ببطن رجله واتشالت، لكن تحركاته كويسة في كذا كرة كان بيتحرك فيها، كان بيطلب الكرة في أماكن فيها خطورة بس ما حدش كان بيعمل لينك معاه، كان بيديله الكرة، فممكن النهارده ياخد 3 من 10 زي الماتشات اللي فاتت. عندك نزل في الشوط الثاني يوسف بالعمري، خامه مبشره، زي ما كاتب في عنوان الفيديو ان هو خامه مبشره، لا يجي منه شكله كويس. يعني الثلث ساعه اللي لعبها دي بامن الساعه اللي لعبها محمد شكري، لعب كذا عرضيه كذا كوره بيتحرك فيها بشكل كويس، خفيف على الكوره مش تقيل، بيلعب من لمسه واحده على طول ما بيستناش. اجمالا ممكن يوسف بالعمري ياخد 6 من 10. نزل كمان مروان عطيه عمل كذا كوره كويس لما نزل، برده ممكن ياخد 5 من 10. نزل محمد شريف كانت تحركاته كويسه، عايز يعمل حاجه، عايز يسجل جول، مفيش بس غير الكوره اللي في الاخر اللي اتلعبت 1 2 مع طاهر وديانج كده، فممكن ياخد برده محمد شريف 4 من 10. ونزل كريم فؤاد مكان محمد هاني، فلعب ربع ساعه
ما بانش بشكل كويس، او ما بانش يعني بشكل كبير، فممكن ياخد 4 من 10 كريم فؤاد. ونزل في اخر 5 دقايق كوكا مكان بن شرقي، فلا تقييم على الوقت اللي لعبه. وبس الاهلي بينهي الماتش بفوز 2-0. وفي الاخر ما تنساش تدعي لاخواتك في السودان وفي فلسطين ومسلمين في كل مكان، وسلام عليكم.